انا عاد نهضر مع الجزائريين دابا. السلام عليكم، أنا محمد دومير وهذا الدكتور من المغرب عنده دكتوراه في التاريخ والتخصص تاعه هو إثبات مغربية الصحراء. الخبير في ملف الصحراء. عام 1983 خديتي الإجازة في التاريخ من كلية الأدب والعلوم الإنسانية في الرباط، خديتي دبلوم الدراسات المعمقة في موضوع حول الصحراء المغربية. وإحنا هذا هو اللي نحوسوا عليه، واحد يفهمنا بالعقل بالمنطق بالحجة بالوثيقة. من بعد مشيتي لباريس لتحضير الدكتوراه في موضوع كذلك عنده علاقة بالصحراء. رحلة بحث طويلة على الوثائق المتعلقة بقضية الصحراء. واش سهل تلقى الوثائق المتعلقة بهذا الملف؟ أكيد سهل، حتى أنت ربي يهديك يا الصحافي، ولو أنه السؤال مستفز شوي، لأنه هالبلاد دخلتوها وشردتم عليها، عاد درك راح ينتقصوا على كاين وثائق ولا لا. هيا دكتور جاوبوا، سهل ولا لا؟ انا دابا راني 27 عام وانا استاذ جامعي، كتحشمني كيبداو يسولوك التلاميذ ديالك تيقول لك باش الصحراء مغربيه، اش تقول ليه؟ اش تقول لهم؟ قول انت بقى. في المسار ديالك التنقيبي على الوثائق باش تحضر الدكتوراه، شنو الا بغيت نقول اثمن واهم الوثائق اللي قدرتي توصل ليها؟ جلت في المغرب، هبطت للصحراء، كنمشي عند الاعيان ديال القبائل، دخلت الخزانه العامه، الخزانه الملكيه، الخزانه الصبيحيه ديال ال سعود، خزانه داوود، ما لقيتش. مشكل كبير، ما كاينش الوثائق. ما كاينش الوثائق. لا حول ولا قوة إلا بالله، والله ما أعرف غير منك دلوقتي أبو حميد. رجعت رمضان ديال قسم الوثائق، الخزانه العامه، ما كانش شيء. اييه. طلعت لوزاره الخارجيه، مشيت للثقافه، تلقى تقارير تفيد على ان هناك مجموعه من الضرائر كانت عند المغاربه اما سلبت من طرف المستعمر ولا حرقها ولا داها ولا غبرها. لا حول ولا قوة إلا بالله. راني مصدوم. هذا في الثمانينات والتسعينات يقول لك ما لقاش في المروك ما يدل على مغربية الصحراء، لا في المكتبات لا في الوزارات. على اساس واش دخلتوا للصحراء في ال 75 اذا ما كانش حتى دليل في هذاك الوقت بانها تابعه للمروك؟ ولكن غادي دير مجهود على كل حال. أكيد. وغتقدر تحصل الوثائق الاولى اللي ربما فاجاتك دكتور بالحداد. شنو هي؟ قلت لك شنو كانت الوثيقه الاولى اللي فاجاتك؟ وشنو كانت هذه الوثيقه دكتور؟ تلقاها الظهير ديال السلطان مولاي الحسن الاول، انتبه معايا، باش كيعين الشيخ ماء العينين نائب سلطاني على الصحراء في عام 1879. اذا كان نائب سلطاني ديال المغرب في تفيلات عيون على الحدود باش ما يدخلوش الترك ماشي الجزائريين. مزيان، غادي نكملوا في هذه القضيه ديال الحدود وهذه الامور كلها. واخيرا عرفنا الدليل واش هو. عاود ترى واش قلت؟ الظهير ديال السلطان مولاي الحسن الاول باش كيعين الشيخ ماء العينين نائب سلطاني على الصحراء في عام 1879. اذا كان نائب سلطاني ديال المغرب في تفيلات عيون على الحدود باش ما يدخلوش الترك. يا جماعه شكون فاق بالكذبه الاولى؟ قال لك السلطان في مراكش عين في 1879 ماء العينين نائب للسلطان في تافيلات باه يمنع دخول الاتراك. الاتراك يا الشيخ راه محطوا في الجزائر العاصمه قبل هذا التاريخ ب3 قرون، وفرنسا راهي دخلت والثورات الشعبيه راهي ناضت في الجزائر. اي استغفر مولاك. الله يبارك عمر سيدي. لا مولاك ربك اللي تستغفروا ماشي مولاك سيدي. على كل حال درك انا راح نعرض الرد تاعي واللي راح قسمه لزوز اقسام، رد من اجتهادي الخاص ورد من الكتب. اما اجتهادي فيتعلق بالوثيقه اللي يحكي عليها، اذا هي هذه المقصوده لانه هذه الوحيده المنتشره على الانترنت على نفس الوصف اللي قال هو، اذا هذه نجبد لك الاخطاء السبعه بسهوله. اولا ماهوش هذا هو ختم الحسن الاول، هاي وثيقه تحمل ختم بينما هذا يختلف عليه والله اعلم وينه منهم صحيح. ثانيا هذا ظهير سلطاني لتعيين نائب سلطاني وماهوش واضح ولا تاريخه واضح، مع انه الظهائر السلطانيه الاخرى كلها واضحه اللي ترجع لنفس الزمان حتى اللي قبلها، غير هذا فقط ماهوش واضح. ثالثا وعلاه الوثيقه هذه ماهيش محطوطه حتى في موقع رسمي مروكي ولا حتى غير مروكي. رابعا وهذه غريبه، كيفاه سلطان مراكش يعطي لوالي او نائب واحد يعطيه السلطه على مجال اكبر من نصف المملكه كلها، لانه قال السيد كان في تافيلالت هاي واذا ولاه على الصحراء الغربيه، يعني هذا كل تحت سياده ماء العينين، وهذا اللي خلاه للملك وبقيه الولاة يشتركوا فيه. غريبه. وخامسا في النص يقول السلطان على ماء العينين يقول عليه سيدي، والسلطان هو سيد الكل في المروك ما عندوش سيد صح؟ ممكن يقولها على كاش ولي صالح ولا على باباه، صح ما يقولهاش لمواطن يعين فيه والي على منطقه. غريبه حتى هذه. وسادسا سماه ماء العينين السوسي، وهو عمره ولا كان اسمه السوسي وماهوش سوسي اصلا بل شنقيطي قلقمي، وما كان حتى شخص في التاريخ اسمه ماء العينين السوسي الا في هذه الوثيقه فقط، وهذه غريبه. وهذه اللي كانت تحفظاتي الشخصيه على ما قاله سيد الدكتور، ولو انه مفروض نطبقوا الحلقه من اللي قال في 1879 لحمايه الحدود من الاتراك. 1879 عيون على الحدود باش ما يدخلوش الترك. لا شيء.
أما الآن فإلى كتب التاريخ ومصادره فيما يتعلق بهذه الجزئية بالضبط. هذا فصل من كتاب لو تور دو موند يحمل عنوان 5 شهور في الصحراء الغربية، وهذه رحلة استكشافية قام بها هذا القاوري، ونقتبس منها ما يلي. في 1887 كانت عمليا سوس ووادي نون ما همش تابعين لسلاطين فاس ومراكش. أما سوس فيسكنها الشلوح، وأما واد نون فيسكنه أناس يفصلون الشلوح على بدو الصحراء الغربية. وعندما وصل الحسن الأول إلى الحكم كان لا يحلم سوى بالغزو أو التوسع، ووضع نصب عينيه جنوب الأطلسي سوس ووادي نون، واللي بالفعل اخترق الأطلسي ووصل لأكادير، واللي هي آخر نقطة في حدود المروك. وبالفعل في بداية 1886 زوز حملات كانوا كافيين لإخضاع سوس ووادي نون للسلطان الحالي. ونقرأ هنا التأكيد والتوضيح. إلى غاية هذا الغزو تاع 1886 كانت منطقة سوس مستقلة، وين كل عائلة ولا قبيلة عندهم كبيرهم اللي يحل لهم مشاكلهم، ولكنهم لا يدفعون الضرائب ويعيشون في الاستقلال التام. درك هذا نص واضح ومطبوع في هذاك الزمان، وماهوش كلام قالوا دومير ولا قالوه الجزائريين. ومن حق أي شخص الآن أنه يتساءل، إذا كان سلطان مراكش عنده نائب على الصحراء الغربية، كيفاه الناس اللي زارت جنوب المروك قالك منطقة سوس ووادي نون ما كانوش خاضعين للسلطة؟ ونزيدوا نروحوا لعام 1888، هذا مستكشف جغرافي قالك رحت من عند البدو إلى المغرب الأقصى بعدما تجاوزت وادي نون وسوس. واش معناها؟ هاي الخريطة، هذه سوس وهذا واد نون، باه تروح للمروك لازمك تجتاز هذم في زوز. يعني هذم في 1888 ما مش في المروك بل في التعبير يسميهم لي نوماد البدو. وهذم أهل الصحراء جاهم ضيف أوروبي فأخذوه إلى الشيخ مال العينين اللي هو رئيس البدو في الصحراء الغربية. وهذه نفهم منها أنه اسم الصحراء الغربية ما دارتوش البوليزاريو، خاطر أنا نقرأ في وثائق بدأت تدوينها في 1887 هذا الكتاب. هذا يسمي الشيخ مال العينين يسميه رئيس البدو تاع الصحراء الغربية، ولا ما يقولوش الصحراء المغربية إذا كان هذا معين السلطان. ولا بنت لكم كي تسرقوا شخصية مال العينين وتلصقوها في المروك ديتوا الصحراء الغربية. التاريخ ما يتخباش. وبنزيد نشوقكم أكثر، خلي نحبسوا هنا ونكملوا الجزء الأول من هذه الحلقة اللي هي أول حلقة نديرها على جزئين، خاطر الجزء الثاني فيه مفاجآت من العيار الثقيل جدا حول هذه الفترة بالضبط، لأنه يتعلق مباشرة بشرعية منصب السلطان أو الملك في المروك. فانتظروني إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.